السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم زيد الكربلائي. شباب اليوم نفس ما تشوفون حلقتنا عن الحرب، عن هذا الكلان الايراني نفس ما اعتقد من اسمه مبين. طبعا هسه هنا عندنا هجمة مباشرة من جوزيف، نفس ما تشوفون الجيش مالته التشكيلة هي جولم وويزرد ووتش وبيكا. طبعا هو ما راح يمسحنا مثل ما تلاحظون النسبة 78%، والجيش مالته تقريبا خلص ما بقى شي بيه. هاي الحرب شباب طبعا شنو هذا الكلان؟ هذا كلان كلش غريب، وقرياته طبعا اول مرة اشوف هيج خصم وهيج قريات بيه. القريات شباب ظالة بدون جدران او ظالة بيها دفاعات قليلة، يعني هسه نفس ما تشوفون عندكم نبدي بيهن من اخر واحدة. هاي القرية نفس ما تشوفونها، نفس يعني شلون اضرب لكم مثال، القرية مصلة لا جدار ولا دفاعات، مجرد مدفع واحد والتاون هول 4 وماكو اي جدار ودفاعات، مجرد المصانع مال الموارد والمعمل مال الجنود اللي يطورون بيه. عندكم رقم 14 نفس الحالة، مدفع واحد والموارد بدون دفاعات بدون جدار بدون كل شيء. عندكم رقم 13 نفس الحالة، يعني كلهن قريات ما اعتقد كلهن مالكهن شخص واحد او هم هيك نوعيتهم، ما اعرف شنو قصتهم. القرية اللي براها نفس الحالة، واللي وراها هذا تاون 9 وعنده بس مدفعين وبرج ارشر، ونفس ما تشوفون لا جدار ولا حتى ملكة ما منزل، مجرد ملك ليفل 3 والمصانع مال الموارد. عندكم رقم 10 تاون هول 10 بس لا أبراج نار ولا اكسبوات، مجرد دفاعات عادية ومسويهن لحد مستوى بيه 7 أو 8، والجدار هم منزل نسبة قليلة من الدم مو كله. عندكم رقم 9، رقم 9 قرية ما بيها شي طبيعية نفس ما تلاحظونها. نشوف اللي رقم 8 اللي وراها، طبعا الحد رقم 10 اعتقد هو تخلص القريات الغريبة اللي ما شايف نفسها قبل بالحرب. نفس ما تلاحظون كلها صارت قريات يعني متساوية، نزلت جدار، نزلت دفاعات، والدفاعات تطويراتها متناسقة ويا التاون هول. عندكم رقم 3 طور 10 بس ما منزل الانفيرنو، نفس ما تلاحظون هاي الخريطة الأبراج النار يصيرن بصف الأكسبو نفس ما تلاحظون. وعندكم رقم 2 تاون هول 11 ماكس، يعتبر ماكس، هو هسه حاليا نزلوا الليفلات جديدة للدفاعات اللي هو المدفع والبرج الارشر، فأي قرية توصل هيج مستوى تعتبر ماكس، مو اللي يطور الأقصى مستوى. ورقم 1 هم تاون هول 11 وماكس. فحبيت اراويكم اياه بهاي الحلقة انه هذا الكلان طبعا خلينا نشوف، اعتقد ايراني هو، لا شباب نفس ما تلاحظون الموقع القبيلة مو ايراني، ما اعرف هاي ما ادري شو اسمه، اول مرة اشوف هيك موقع قبيلة. المهم فهسه حاليا خلينا نشوف الهجمة على رقم 10، اسم قريته محمد عامر، ما اعرف اذا عربي او ايراني، يشابه الاسام بين العربي والايراني. طبعا اخونا محمد هو اللي هاجم عليه. بهاي الفترة شباب صارت هواي شغلات يعني غريبة، مثل هذا حرب الكلانات، شلون هاي الخصوم وهيجي. وكو بعد عندي هجمة على قريتي الثانية، صادفت من كلان ثاني وهم نفس الكلان مالتي اسمه ابطال العراق، فيعني صدفة حلوة، فدي شوية وراكم اياها بين ما تخلص هاي الهجمة. طبعا هو هجم عليه بالفالكيري والويزرد، واكثر شي مكثر من الفالكيري، وماخذ وياه زلزال، ما ادري ليش ماخذ وياه زلزال، هي اصلا ما يحتاج للزلزال.
نفس ما تلاحظون هنا القرية ما بقى بيها شي، مجرد التاون هول وبيوت العمال. هو مسيطر على الهجمة، حتى ما منزل الملك مالته. هسه حاليا بعد ما اراويكم هاي الهجمة راح اراويكم هجمة على القرية الثانية، وتشوفون بيها شلون هذا واحد اسمه علي هاجم عليه من كلان اسمه ابطال العراق. طبعا هو خامطني. رجعت لكم شباب، ونفس ما تشوفون هاي قريتي الثانية. طبعا انا هاملها بعد ما كاملة ماكس، يعني ما كاملة تاون 8 ماكس، وطورت تاون 9. فنفس ما تلاحظون هاي الهجمة من الشخص اسمه علي، واسم كلان مالته ابطال العراق نفس ما تلاحظون. طبعا هي هاي الهجمة مالته بالعمالقة والحرامية والارشر. لاحظوا الموارد شلون متروسة، يعني حتى مقترح له 915 ألف تقريبا فلوس، و865 ألف إكسير، و1600 نفط، يعني خمطة معدلة. والشي الغريب شباب لاحظوا هنا أبطال العراق على يمين الشاشة، علي من أبطال العراق، وهنا بطل كربلاء من أبطال العراق. حاليا نفس ما تشوفون العمالقة انتهى دمهم، ما باقي بيهم شي، راح يصيرون خفت. لاحظوا صاروا تراب. الله يرحمهم. هو لو عنده الانعاش كان قدر يمسح الحروب، نزل الحرامية وبدأ يخمط، وانتهت الهجمة. ما قدر ياخذ أكثر، خذ من عندي نص مليون ب700 إكسير، 400 نفط. فنفس ما تشوفون علي ضد بطل كربلاء، واثنيناتهم من أبطال العراق. فهذا الشي يعني حلو ونادر، وحتى ما يعني ما صار وياي هاي الشغلة، فحبيت أراكم إياها. فاللي هنا شباب وصلنا وياكم إلى نهاية الحلقة. إن شاء الله عجبتكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك. كان معكم زيد الكربلائي، تحياتي لكم ومع السلامة.